لازم تعملي الكبدة بالطريقة دي. طريقة سهلة جدا مبسطة ما فيهاش مكونات كتيرة، شوية بهارات بس بسيطة كده مع بعض، وشوية برضو دقيق وبقسماط هيودوا الطعم في حتة تانية. وهنقليها هتديكي اللون ده وطعم حلو جدا مفيهوش اي افتكاسات. يلا هنحضرها سوا، واعملي لايك وشير لو عجبك الفيديو، واعملي له سيف. وانا اسمي رنا. اول حاجة انا جبت نص كيلو من الكبدة البانيه. القطعية دي او الشريحة بتبقى كده، معلقة صغيرة من كل حاجة، الملح والكمون والكزبرة وبهارات لحمة ومعلقة صغيرة من الملح. قلبي كله مع بعضه. هنحط شوية من البهارات على الكبدة ونتبلها. الاول انا بغسلها ازاي؟ ما بغسلهاش، الكبدة ما بتتغسلش، شوية بس من عصير الليمون وبسيبها تتصفى. عندي بقى ربع كوبايه من الدقيق، معلقتين من البقسماط، معلقتين من النشا، وانزلي عليهم بباقي البهارات بتاعتي اللي احنا تبلنا بيها الكبده وسيبناها في التلاجة. ابتدي بقى بكف ايدك كده واضغطي جامد عشان تغلفي الكبده كويس. دي اهم حاجه. بعد ما تضغطي جامد كده وتعفريها كويس بالدقيق والنشا والبقسماط، سيبيها شويه في التلاجة، يعني 10 دقايق. بعدين زيت غزير على نار متوسطة، وابتدي بقى، مش هتاخد منك وقت خالص، 5 دقايق وبتتحمر. بصوا، تسيبيها على نار كده، اهم حاجة الزيت يبقى غزير عندك. وبعدين قلبي على الناحيتين بالشكل ده، تديكي لون ذهبي حلو كده خفيف، ما تغمقهاش قوي. وتطلع بقى يا ست الكل وتقدميها، تاكليها مع عيش وطحينه، تاكليها مع مكرونه، بيبقى طعمها حلو قوي. بهاراتها سهله وخفيفه وما فيهاش اي حاجه كتيره. بالهنا والشفا مقدما. باي باي.